يلا فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده بسيط، عاملين محشي الغدا بتاعنا بعد اجازه طويله من العيد. انا حرفيا ما دخلتش المطبخ من يوم الوقفه. يعني اول يوم العيد كنت معزومه عند حماتي، تاني يوم العيد عند بابا، تالت يوم العيد كنت عند حماتي برضو واتغدينا سوا، كانت عامله غدا وكده واتغدينا. رابع يوم جيت فرجعت بقى شقتي، فولادي قالوا لي لا احنا عاوزين نطلب حاجه من بره، طلبوا سندوتشات. رابع كان تالت رابع خامس يوم العيد بقى اللي هو كان يوم الحد. قالوا لي لا احنا عايزين نخرج وكده، خرجنا واتغدينا بره. النهارده الاتنين بقى اول يوم ادخل المطبخ، يعني بصوا، ولا كنت بنزل فيديوهات، يمكن كنت بنزل حاجات كده، يعني الفيديوهات اللي نزلتها دي كانت عندي من قبل كده. كنا مقضيينها بقى شوكولاتات. الترمس اللي كنا عاملينه اول علبة خلصت، يعني يعتبر اول يعني كيلو، اول كيلو خلص، والكيلو التاني في التلاجة زي ما قلت لكم، لو سبتوه مش هيجرى له حاجة، بس يكون في التلاجة، ولا ريحة ولا طعم ولا اي حاجة، بيتغير فيه لاخر حباية يعني. وكان طعمه حلو والملح بتاعه كان مظبوط قوي، يعني بجد كان تحفة. بعد كده هنعمل بقى المحشي. طبعا عارفين يعني بتقوريها من فوق الاول، بتبص تلاقي العروق بتاعتها خلاص كلها سابت من بعضها، وبتبداي تشيلي العروق قبل ما بتحطيها في الميه. اول ما الميه تغلي بتنزلي بملح وكمون، بتحطيها دقيقه وبتقلبيها على الجنب التاني وبتشيلها على طول وتحت الميه وبتحطيها. يعني بغسله، في ناس بتغسله قبل ما بتسلقه، لا انا بغسله بعد السلق. يعني لو فيها حاجه من بره بغسلها كلها كرنبه قبل ما بقطعها. وبعد كده ببدأ بقى أول ما بتتسلق وبطلعها بغسلها. حطيت زيت ومعلقة سمنة بلدي، بصل وفصين توم، وضربت طماطم وحطيتها، وحطيت صلصة كمان. ما بحطش الطماطم دلوقتي. عملت فراخ كانت عندي في الفريزر برضو من قبل العيد. ورق لوري، حبهان، مستكة، فلفل اسمر وملح، وهحطها عليها، وضربت طماطم وحطيتها. بس يعني سلقتها عادي، لكن بعملها بطريقة اللي متعودين يشوفوني ان كأنها زي المشوية بالظبط. بعد كده بقطع بقى الكرنب زي ما انتم شايفينه كده. بصراحة انا عملت دول قدامكم، وبعد كده بنتي بقى هي اللي قامت بالواجب، يعني بتحب تقطعه. هنا الصلصة بعد ما اتسبكت وبقت حلوة زي ما انتم شايفينها، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناشفة، شطة، وهرسة الفلفل دي حلوة حار بقى او بارد يعني حلو. براحتك خالص. شلت كمية منها علشان الكمية دي انا عاوزاها، يعني عاوزاها لوصفة تانية. كنت جايبة برضو ممبار وما عملتوش، ممكن اعمله بكرة بقى او بعده زي ما يكون بقى. الخضار بقى احطه عليه. وهنا بنتي خلاص خلصت لي بقى، قطعتولي بالشكل ده. شايفين الصلصة شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوة، يعني الكاميرا كمان بتظلمها. بحط في القاع بتاع الحلة اللي بحشي فيها العروق بتاعة الكرنب، وكمان العروق بتاعة الخضار اللي انت بتقطعيه، وبلفه وبحطه. الفيديو بتاع امبارح منزله لكم فيه ان انا بجد يعني نفسيتي تعبت فعلا من القناه. فبصوا يعني اخر يعني حل وصلت له ان انا ممكن ما انتظمش قوي. يعني انا في فتره بجد محتاجه ان انتوا تدعوا لي. حاسه بزهق خالص من القناه ومش عايزه انزل فيها حاجه. يعني انا قبل كده قلت لكم يعني كل فتره كده من كتر ما خلاص ما بحسش ان في تفاعل على القناه خالص. التفاعل بقى وحش، يعني انا اول ما فتحت القناه ما كانش فيها الا التفاعل كده. بجد التفاعل وحش قوي. فقلت خلاص بقى، يعني انا دي حاجة بحبها، مش هستنظر بقى حاجة من اليوتيوب خالص. ربنا اراد وكرمني كان بها، ما كرمنيش انا منين ما احب انزل فيديو هنزله. يعني ممكن ما انتظمش كمان، انا كحاجة بحبها وخلاص. مش هستنظر حاجة من اليوتيوب، لان بجد اليوتيوبر الكبار كلهم اول ما ربنا بيكرمهم خلاص ما بيبصوش وراهم. مع انه قبل كده كانوا يعني بيسعوا كتير وبيدوروا على قنوات كتير عشان ربنا يكرمهم. لكن يعني انا كلمت يوتيوبر قبل كده وحسيت ان هي خلاص مش عايزه تساعد حد، هي استكفت بنفسها ان ربنا كرمها وخلاص. فادعوا لي كده دعوه من القلب. يعني الحمد لله. شايفين المحشي؟ الصبع جنب الصبع، ما يعني بجد حلو قوي. يعني انت حطي الطبق فوقيه كده وهو على النار بيمسكه بيخلي الرصة زي ما هي، لونه حلو ومتساوي، وبجد كان تحفة. زي ما قلت لك، عاوزه الصبع بصبعه كده وتكليب الشوكه كمان. ما تسلقيش الكرنب بتاعك قوي، يعني هي غلوه، يعني اول ما تحطيه لحظه كده وتقلبيه على الجنب التاني وخلاص على كده. وصدقيني بيستوي بيكون زي الفل. شايفين؟ والفراخ كمان بعد ما طلعتها اخدت شويه صلصه من بتاعه المحشي اللي انا شلتهم وحطيتهم على وشهم ودخلتهم تحت الشوايه من الجنبين، وخلاص على كده بتبقى زي المشويه، بيكون طعمها حلو. يا سلام بقى لو تحط لها شويه شطه، يا نهار ابيض بتكون تحفه. شايفين الرز مفلفل ازاي؟
حلو قوي. اهم حاجه اعملي حسابك وانتي بتحطي الشوربه بتاعتك ان انتي حاطه رقه من عروق الكرنب والخضار اللي انتي مقطعاه. يعني اخر الصبع من فوق ما تجيبيش جنبه شوربه خالص. يعني الصبع اللي قبل الاخير ده ممكن اللي انتي تغطيه، لكن اللي فوق ده مش بقى، ما بحطش فيه شوربه خالص، بعمل حساب العروق علشان يطلع مفلفل وحلو. ودي الفراخ المشوية، ودي كانت طريقتي. عملت حلتين، الحلة دي يعني ولا جينا جنبها خالص. انا بصور لكم النهاردة الاتنين وهنزل لكم يوم التلات. اتغدينا دلوقتي وخلاص، يعني الحمد لله قضيتنا وزيادة كمان. قلت اعملها كده احتياطي لو حد عايز صبع ولا حاجة. يلا، لو الفيديو بقى عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامة.